بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أخواني وأخواتي السودانيين والسودانيات في داخل السودان وفي خارج السودان، بلتقيكم اليوم في أول حلقة من حلقات نافذة للشعب السوداني. هذه النافذة فقط لمعارضة نظام البشير وأعوانه من أجل توضيح الحقائق وتقديم النصح أحيانا إذا لزم الأمر، وهي متنفس للشعب السوداني، لأن الحكومة البشير قد تجبرت وتسلطت على الشعب السوداني، ووصل بها الحد إلى أن تقوم بمطاردة المعارضين في خارج السودان وإجبارهم على الرجوع إلى السودان واعتقالهم في معتقلات جهاز الأمن السوداني. من هذه النافذة أقوم بدعم الناشط السياسي المناضل محمد حسن البوشي، الذي تم اعتقاله واقتياده إلى السودان، وتم اعتقاله الآن، وتم تهديده بأن توجه له تهما جزافية تصل إلى حد الإعدام. ثم عدلوا هذه الاتهامات وطلعوا إشاعات بأنه سيتم سجنه لمدة 8 سنوات. هذا الناشط السياسي ليس له أي ذنب سوى أنه يقوم بواجبه كسوداني حميم يعرف واجبه تجاه الوطن. إنه يقوم بدعم حقوق الإنسان السوداني، تحدث عن قضية دارفور وقضايا كردفان، قضايا النيل الأزرق وجبال النوبة، وتحدث عن قضايا الشمالية، تحدث عن الذين قرقوا بحثا للعلم ذهابا للمدرسة. يتحدث بشكل قومي ويخص بحديثه أهل السودان حتى لا يشارك في القضايا الخارجية. إنسان بهذا الشكل يجب علينا كسودانيين مؤازرته ودعمه ولو بالبسيط. يعني كل سوداني، كل شاب وكل شابة ممكن يساهم بكلمة، فقط يكتب كلمة أطلق صراح البوشي. هذه مساهمة ترضي الضمير وتساهم في حل القضية، لأنه يا جماعة قضية مبدأ التطنيش من الطنيش. نحن كسودانيين بنطنش قضايا بعض وكأنه الموضوع ما بهمنا، وعشان كده لأنه الجزاء من نفس العمل بنجد إنه قضية السودان تم تطنيشها من كل العالم. يعني النظام يعني يتجبر ويظلم ويفعل فينا ما يفعل، وما في واحد بينتبه لنا في كل العالم. ليه؟ لأنه نحن ما قاعدين ننتبه لبعض وما بنآزر بعض وما بندعم بعض. يعني نحن كسودانيين منتظرين تاني يحصل شنو عشان نحن نهب؟ منتظرين يحصل شنو عشان نقوم ونقول لا؟ أنا متأكدة كل الناس عندها الإحساس ده جواها. صحيح النظام بيقدر يقهر الناس وممكن يقطع عيش الناس وممكن يتسبب في أذية ناس كثيرين جدا، لكن في السوشيال ميديا ممكن الإنسان يدخل باسم مستعار، ممكن الواحد يكتب أي كلام، يعني رسالة، بس رسالة. كلنا نصعد قضية البوشي وقضية كل المعارضين وكل المناضلين، لأنه حسب علمنا إنه حيتم القبض على كل الناشطين السياسيين في القاهرة. وبنفس التعاون المصري ما بين السودان وبين مصر حيزجوا بشبابنا دول كلهم في السجون، لأنه في اتفاقية بين النظام المصري والنظام السوداني على تجفيف وتحجيم دور المعارضة في مصر. وللأسف ما قامت به الحكومة المصرية من عملية تسليم البوشي للنظام البشير، والله دي عملية لا أخلاقية ولا دينية ولا فيها شهامة ولا فيها كرامة، لأنه معروف إنه الإنسان إذا استجار بك أنت ما ممكن تخذله، مستحيل تخذل إنسان استجار بك. يعني ده رجل مسلم سوداني يعني جاك ومقهور لأنه ضاقت به يعني الوسيعة في السودان. النظام المصري يسلمه للنظام السوداني كده بدون يعني حياء وبدون يعني مراعاة للمواثيق والعهود الدولية.
ضاربين بكل القيم عرض الحائط. عشان كده نحن كسودانيين يا جماعة كلنا بوشي، والنظام السوداني أصبح يقلد النظام السعودي في كل كبيرة وصغيرة، يعني حيتم مطاردة كل المعارضين. وبالمناسبة مش لازم انت تكون معارض صارخ، بس إذا انت ما معاهم ممكن يطاردوك وممكن يلفقوا لك أكبر تهمة. عشان كده يا جماعة الشعب السوداني جاء دوره بعد 30 سنة، وصلونا للتجويع وللتجهيل وللفقر. ضروري بعد كده كلنا نهيب هبة واحدة وندعم بعضنا. نحن كسودانيين مطلوب مننا نقيف وعندنا قضية، ونستفيد من قضية أخواننا في الجنوب. أخواننا في الجنوب ناضلوا أكتر من 20 سنة عشان يطلعوا من القهر. نحن عارفين كانوا مقهورين كيف أخواننا الجنوبيين معانا. النضال لا بد انه يستمر، وهم ناضلوا بدمهم وبزمنهم وبحياتهم وشردوا. نحن دارين نناضل بكلمة نوحد، لأنه الكلمة لها أثر، والناس تدرس من العبر بتاعت خاشقجي. وفاة خاشقجي شهيد ربنا يرحمه. خاشقجي الناس دي قدرت توصل قضيته لكل العالم، وبقت قضية راي عام ويلتف حولها كل العالم. والليلة السعودية بتعاني معاناة كبيرة جدا في إنها بتحاول تصحح صورتها في قدام العالم، لأنه ما في دولة بتقدر تعيش معزولة. نحن عندنا كمية من القضايا، طنشنا أهلها وطنشنا ناسا. أهلنا في دارفور ماتوا قرابة 300 ألف إنسان سوداني، ما في زول اتكلم وطنشناهم. وجونا أهلنا في النيل الأزرق وفي جبال النوبة ويتضربوا وما في زول قال كلمة. والليلة الناس بياخدوهم من خارج السودان وبيجيبون يعتقلوهم في داخل معتقلات النظام في السودان، ونحن برضو حنسكت. يبقى والناس بياخدوا منهم عرباتهم وأموالهم. يعني هسه اليومين دي مسألة جمع الأموال وجمع العربات اللاند كروزرات من غرب كردفان ومن منطقة أهلنا الرشايدة في شرق السودان، بحجة إنه هذه العربات لها صلة بالجريمة. ما عرفنا إنه السلاح له صلة بالجريمة. كيف يعني هسه العربات دي لها صلة بالجريمة، وكيف إنها هي من أسباب الجريمة؟ يعني داير أقول إنه النظام السوداني بقى يمارس كل ما يجي في خاطره من سوء. يعني ممكن ينهب ويعتقل وممكن يقتل وممكن يعمل كل شيء. نحن كشعب سوداني يا جماعة عندنا واجب. الناس ما يفتكروا انه السكات عن الجريمة والسكات عن الظلم انه ده ما جريمة. السكات ذاته في حد ذاته جريمة. اذا انت بتشوف انسان بيتعرض لأذى وما بيتكلم وما بيتعارض وما بتكون عندك نظرة في عيونك، نظرة بتاعت رفض للي بيحصل، انت ذاتك مشارك في الجريمة. عشان كده نحن يا جماعة كل واحد فينا يخوض انه البوشي ولده، البوشي اخوه، وممكن يكون يعني اب. كان مفروض يكون اب. يعني الناس دي حسي يعتقلوه 8 سنوات، ما بتعرف حيحصل شنو بعد ال8 سنوات، وما بتعرف في ال8 سنوات دي جوا ممكن يحصل شنو. يا جماعة نحن لازم نحس ببعض. اذا نحن ما بنحس ببعض، ما حتى الناس برا ربنا ما بيسخروا لنا عشان يقيفوا معانا، لانه الجزاء من نفس العمل. تساعد الناس ربنا بيساعدك، تطنش الناس كمان برضو العالم كله بيطنشك. نحن أنا من هنا بناشد، لأنه هسه في حراك سياسي جاي. عرفنا إنه المعارضة حترجع، وإنه في دعوة من الحكومة لكل قيادات الحركات المسلحة، وبيقول لهم نحن بنمنحكم ضمانات حتى إنكم تساهموا في وضع الدستور. وقبل كده تم دعوة لكل المعارضة بما فيها الإمام سيد صادق لأنه يراجع السودان ومرحب به. ومبارح بيطلع بيان من النيابة إنه بيأمروا بالقبض على سيد صادق مجرد وصوله للسودان. يبقى معنى كده الحكومة هي يعني حكومة بلطجية، حكومة بتتخذ قرارات يعني متضاربة في كل لحظة. نحن كشعب سوداني علينا إنه نقيف مع بعض، نلتف حول بعض، بغض النظر عن رأينا في المعارضة، بغض النظر عن رأينا لكن نحن كلنا مقهورين، كلنا ضد النظام. إذا كل واحد فينا بيسكت وما بيناضل بكلمة، ما بيناضل حتى بنظرة بتاعت غضب، ما بيناضل بأي حركة
ساكن هو ذاته مساهم في الإجرام بتاع البشير. من الحاجات التانية اللي لاحظتها في الأخبار إنهم بيتكلموا عن إنه الدعم السريع حيقوم باستثمارات في الزراعة في النيل الأبيض. يعني أنا استغربت الدعم السريع شنو علاقته بالاستثمارات؟ خلاص يعني الحكومة وصلت بها الحالة لأنه عمر البشير وأعوانه وأهله يتمركزوا ويتمترسوا في الحكم، ويقسموا باقي السودان للجماعات المارغة اللي بيساعدهم بغض النظر عن تأهيلهم. يا جماعة يا شعب سوداني، اللحظة دي إذا الناس ما وقفت وقالت لا، تاني للأبد ما في زول بيقدر يقول كلمة. والوصل له الليلة نظام السودان ما حصل في كل العالم، ما قاعد يحصل اللي بيحصل لنا الليلة. عمر البشير متخبط في سياساته، عمل علاقات مع أمريكا وعلاقاته مع أمريكا باظت، وبعد ده هم حيكون دمهم فاير. ونحن كشعب سوداني إذا استمرينا في الصمت في الصمت في الصمت حنصمت للأبد، وما بنقدر نحافظ على السودان بلدنا وبلد أبنائنا وبلد أبناء أبنائنا. وده واجب ودي مسؤولية يجب علينا نحن كلنا كشعب سوداني نقيف ونقول لا للظلم ولا للقهر ولا لتلفيق التهم الجزافية ولا لقتل الشخصيات. يا جماعة الجماعة دول عندهم فكرة قتل الإنسان سياسيا، ودي فكرة طبعا يعني مجرمة جدا. يعني لما يقبضوا ناشط طوالي بيلفقوا عليه تهمة ملاحظة، طوالي بيقول لك إنه الزول ده يا عميل وإنه الزول ده يا متخابر مع جهات أجنبية. وإذا كانت ناشطة طوالي بيمشوا لك لعرضها ولبسها وشكلها ويمسكوها ليه جد جدها عشان يتكلموا في إنه يعني يمسحوا بكرامتها الأرض. عشان كده نحن يا جماعة كسودانيين وسودانيات نعرف إنه دي حكومة مجرمة بتقدر على تلفيق التهم وما بتراعي فينا ربنا سبحانه وتعالى. ونحن دعوة كلنا ندعي إنه ربنا يجيرنا منهم وربنا ياخذهم يعني أخذ عزيز مقتدر، وإنه في لحظة من اللحظات بس نصحى كده ونلقى إنه اتخسفت بهم الأرض يا رب. أنا بقدر أقول في آخر هذا اللقاء هذه نافذة لكل الشعب السوداني، بنتنفس فيها، بنقول فيها آرانا ما بنسكت أبدا، بنعري فيها النظام، بنقول فيها أي كلام ممكن إنه يساعدنا في إنه نتخلص من هذا النظام الفاسد. وقبل ما أختم بتمنى إنه كل الشعب السوداني يقف وقفة واحدة يدعم الأخ البوشي في محنته، وبنقول له إن الله لا يسكت لك صوتا لأنه تحدثت كثيرا وتكلمت من أجل السودان، فقط من أجل السودان. وكلنا نحن بوشي ونحن كلنا يجب إننا ندعمه وندعم كل الناشطين وكل الناشطات في داخل السودان وفي خارج السودان. وبتمنى إنه ألقاكم في زمن الحرية والديمقراطية، والقاكم في أرض السودان بلد الخير والسلام. ولكم تحياتي واحترامي، فتحية البشاري من بريطانيا نيوبورت.